هذه القصيدة طبعا طويلة، هي قصيدة عنترة كما تعلم. فأنا لما تأملت حالة الأمة في يوم من الأيام رأيت سبحان الله، يعني تخيلت عنترة بن شداد أمامي، وتخيلت وتحركت في ذهني أصداء معلقته هذه وقصيدته، فكتبت قصيدة عنوانها تهميشات على معلقة عنترة بن شداد. أقول فيها، وكان هذه القصيدة بعد اجتماع للدول الإسلامية في مؤتمر من المؤتمرات، ونحن كما تعلم قد ابتلينا في مؤتمرات عالمنا الإسلامي منذ أن عرفنا أنفسنا إلى اليوم، إلى ما يشاء الله، ونرجو أن لا يطول ذلك. حالة الأمة نسأل الله أن يخرجها منها. جزا الله الشيخ العلامة خير الجزاء على هذه الجلسة الماتعة والرحلة الأمتع من الجاهلية إلى صدر الإسلام. أولا وقلت كلمتين، قلت لهم إريتريا مش يوغندا وكينيا. الموضوع الذي أعالجه اليوم أمام إخواني العرب عموما والسودانيين خاصة، هذه السودانية بمنتهى، الإريترية بمنتهى الوعي، بمنتهى الذكاء، بمنتهى العمل الأكاديمي الجاد. الآن حين تبتدي الحروب الأهلية، شرق السودان طبعا، الإريتريين قضيتهم في السودان أنهم شركاء في الشرق. كيف؟ الجمهورية وحتى أنا شريك في قضايا ولاية مسلم وما مسلم، عندي محاضرات في الموضوع ده يعني بمرجعيات، ما عندي مشكلة. في جهاز الأمن السوداني في ناس بيتفهموا الكلام ده، لكن في ناس ما بيتفهموا الكلام ده. فبقت إذن هناك خلط واضطراب في عقول كل السودانيين. إلى ذلك اجتماع 60 منظمة إغاثية عربية أهلية. قضية طورت ونمر بمنعطف خطر للغاية. بعد قرن لم يحدث أن مر السودان بمثل هذا المنعطف، وها هو الآن أحد الشعراء وأحد القائمين على هذا الصرح. يا فنان، يا مبدع، يا كرار، يا فرار، ترى اغلب دفاعات الخصم معك من بدء. لأنه قصة الغرب ما لعبة. في 1300 كيلومتر حدود الغرب مع تشاد. طيب نحن عايشين وين؟ نحن من قبيلة كريمة من إحدى قبائل أفريقيا العظيمة. ضمت غرب السودان. التركيبة بتاعت السودان انتوا شايفينها دي ما في السودان سوا المصريين. مع الأمير عز الدين أيبك قائد جيوش مصر، والشغلانة دي قرشها حلو يعني. علي دينار يستقل بالغرب. تجار هناك العرب ما منهم فايدة، ورينا ده كلام جرائد. الاستهلاك الداخلي، قضية الغرب الدولي. فبقت القصة من يحكم السودان عشان تقدر تتفاهم. السودان تحكمه منظمة، ما بتحكمه دولة. الثاني عدد الآن في الجامعات السودانية 1200 طالب بيتخرجوا سنويا ما بيعرفوا إريتريا، ولدوا في الدلة. اللهم انطقنا بالحق. وقد قيض لي أن أكلف من قبل مركز الدراسات الاستراتيجية في الخرطوم بإعداد بحث حول طبيعة المنازعات الإسمية في غرب السودان بالذات في 40 صفحة، بالذات في ولايات السودان، البحر الأحمر، كسائر الغالب. المساكنة دي ذاتها اللي امتدت وانتشرت بقت تدامج. هل للشرق مطالب؟ هذا منطق شمالي. ترى المستمع دويك يا الهيث الجبار، على عرش بلقيس، قصيدك على عرش. أنا أقول أصدق شاعر بين ذا الشعار. نعم. كان علي رضي الله عنه أيضا من الأدباء في خطابته، وخطبه المروية كثيرة، ومنها الخطبة التي اشتهرت بالمنبرية في مسألة التركة المعروفة،
وذلك أنه وقف على المنبر فقال: الحمد لله الذي يجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى. فقال رجل هالك عن زوجة وأبوين وابنتين، فقال علي: صار ثمنها تسعى. واستمر في خطبته على نفس الفاصلة. روحي انت مش معايا، قصدي انت مش ليا، بمعنى ان احنا مش هنبقى مع بعض. قصدي انت مش هتبقي على ذمتي، جايه انت طالع. لذلك دي كتبتها بوضوح: السودان دولة أم منظمة. لما جو إخواننا اللي أنا بسميهم ضيوف الرشايدة السودان، طبعا الهندندة عندهم وضع خاص. اقعد. مش عايز اقعد، انا مبسوط كده. خلاص اقعد انا. اتفضل يا باشا. يا سلام. ايه؟ غير البني عامر. فتأثر بها. وأشعار الهذليين فيها معنى خاص عند العرب. الأسود الحرة أخونا مبروك. ولكن كيف يكون التفاهم؟ خلافة ولي دنانير محصورة، فبين له: ما بقي منها إلا هذا فخذه. فأخذه فخرج على الشعراء فقال: قد أتيتكم من عند رجل لا يعطي الشعراء ويكرم العلماء وأنا عنه راضي. أنا شخصيا لا أنتمي لأي طرف من أطراف الأزمة، أراقب المواقف وأسهم جهدي في تعديلها. أنا قلت لياسر عرمان وقتها: أنتوا عايزين كسل تلجأ إلى إريتريا؟ هيمشوا وين الناس كسل؟ أبلغ به ميتا بأن تحية ما إن تزال بها النجائب تخفق مني إليك، وعبرة مسفوحة جادت بواكفها وأخرى تخنق. هل يسمع عني النظر إن ناديته أم كيف يسمع ميت لا ينطق؟ ظلت سيوف بني أبيه تنوشه، لله أرحام هناك تشقق. صبرا يقاد إلى المنية متعب الرسف المقيد وهو عان موثق. أو محمد يا خير ضنء كريمة في قومها، والفحل فحل معرق. ما كان ضرك لو مننت فربما من الفتى وهو المغيظ المحنق. أو كنت قابل فدية فلنأتين بأعز ما يغلو لديك وينفق. فالنظر أقرب من أسرت قرابة وأحقهم إن كان عتق يعتق. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قطرت دمعتاه لما سمع هذا الشعر، وأوصى أن لا يقتل بعد اليوم قرشي صبرا، فما قتل بعد ذلك اليوم قرشي صبرا بوصية النبوية.